الحياة مدرسة، وكل يوم نلتقي بأشخاص جدد ونتعامل مع شخصيات مختلفة. منهم من يترك في قلوبنا الأثر الطيب، ومنهم من يترك جرحاً عميقاً. وعندما تتكرر المواقف المؤلمة مع بعض البشر، يقف الإنسان في لحظة تأمل ويسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون في هذا العالم كل هذا الشر؟ هنا فقط ندرك حكمة الله في خلق جهنم. ندرك أن العدل الإلهي لا يمكن أن يستكمل إلا بوجود الحساب والعقاب. حقيقة البشر: ليس كل البشر طيبين، ولا كلهم أهل للمحبة أو الثقة. فهناك من يحمل قلباً مريضاً يغلفه بالنفاق ويتعامل معك بأقنعة مزيفة. هناك من يؤذيك عمداً، ومن يسعد بتعاستك، ومن يخونك رغم إحسانك إليه. هناك من يتلذذ بإسقاط الآخرين ويتفنن في نشر الفتنة والخراب. تكتشف مع الوقت أن كثيرين لا يظهرون على حقيقتهم. بعض الناس يرتدون أقنعة البراءة واللطف، لكن في دواخلهم ضغائن وحقد دفين. قد يبتسم لك في وجهك ويطعنك في ظهرك دون أن يهتز له جفن. يتقرب منك لمصلحته ويتركك عند أول منعطف. هؤلاء الناس لا يرضعهم إلا عدل الله، ولا يوافيهم جزاؤهم إلا في الآخرة، حيث لا يظلم ربك أحدا. الذين يؤذونك بلا سبب. ما أصعب أن تتعامل مع شخص يؤذيك بلا ذنب ارتكبته. يؤذيك بحقده، بنميمته، بكلامه الجارح، بتصرفاته التي تهدم لا تبني. وهنا تتساءل: لماذا يتعمد البعض إلحاق الضرر؟ وهنا تدرك لماذا خلق الله جهنم. لأن هذه القلوب السوداء لا يصلح معها نصح أو موعظة، فهي تستحق العدل الإلهي الذي لا يغفل ولا ينام. المتلذذون بإهانة الآخرين. بعض الأشخاص لا يشعرون بالسعادة إلا حين يذلون غيرهم، يحطمونهم نفسياً، يسخرون منهم، ويتعاملون معهم بتعالي وغرور. هؤلاء الناس يظنون أنهم في مأمن، لكنهم لا يعلمون أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الحساب آت لا محالة. المنافقون وأصحاب المصالح. كم من شخص عايشناه يبدل مواقفه حسب مصلحته. اليوم معك وغدا ضدك، يتلون كالحرباء، لا ولاء له ولا مبدأ. هؤلاء الناس هم من يجعلونك توقن أن العدل الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بيوم الحساب. الناس الذين يتسببون في خراب البيوت. من أعظم الجرائم أن تكون سبباً في تدمير حياة الآخرين. هناك من يتدخل ليفسد بين الزوج وزوجته، ومن يوقع بين الأخ وأخيه، ومن يبني سعادته على تعاسة غيره. هؤلاء الناس هم من تستحق أرواحهم أن تتذوق طعم العدل الإلهي يوم لا ينفع مال ولا بنون. معاشرة هذه النوعية من البشر تعلمنا ألا نثق سريعاً، وألا نظن الخير في الجميع. كما تعلمنا أن الحياة ليست وردية، وأن الألم جزء من التجربة الإنسانية، لكنها في ذات الوقت تعلمنا ألا نحمل في قلوبنا الحقد مثلهم، وألا ننزلق إلى مستواهم. نحن نحيا بأخلاقنا وهم يعيشون بدناءتهم. لماذا خلق الله جهنم؟ خلق الله الجنة ليكافئ أهل الخير والحق، وخلق جهنم لتكون مستقراً للظالمين والمجرمين، ومن امتلأت قلوبهم بالحقد والغل. هي ميزان العدل الذي لا يختل. بدونها لما كان للحق معنى، ولما شعر المظلوم بأن هناك يوماً سيأخذ فيه حقه ممن ظلمه. لا تسمح لتجاربك المؤلمة أن تفسد قلبك، ولا تجعل قسوة البشر تحولك إلى نسخة منهم. سامح إن استطعت، وابتعد إن لزم، لكن لا تحاول الانتقام، فالله هو خير المنتقمين. يكفيك أن تترك أمرك لله وتوقن بأن الله لا ينسى ولا يظلم أحداً. في النهاية ستبقى الحياة مليئة بأنواع البشر، وستبقى التجربة مفتوحة لكل جديد. لكنك كلما قابلت شخصاً من هؤلاء الذين يؤذونك بلا مبرر، سيتردد في عقلك ذلك المعنى العميق. عند معاشرتك لبعض الناس، وقتها ستعلم لماذا خلق الله جهنم. فاطمئن.